الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تشفع بها لي عند الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة جديدة مع يوم جديد. النهاردة بعد الفطار قلنا نعمل حاجة جديدة مع بعض، نعمل لنا شوية كيمات كده بكاكيني. كل مرة بصور لكم وجبة الفطار وانا بحضر الفطار كده. قلت تغيير. خلصنا فطرنا ولمينا يا دوبك الاكل، وقلت اعجن شويه بكاكيني او كماج واسيبهم يستريحوا كده عم اغسل المواعين وانضف المطبخ، وبعد كده اسويهم على رواقه. نصلي على النبي يا جماعه. انا عملت حوالي كيلو دقيق، عملت عليه ربع كوبايه سمنه، وضفت معلقتين زيت، معلقتين سكر، على حسب اختياري، معلقه خميره. ممكن تبدلي بمعلقتين السكر دي المعلقه، نص معلقه صغيره ملح. ايه تاني حطيته في العجينه؟ حطيت معلقتين كريم شانتيه، ما تستغربوش الكريم شانتيه بيديلها ريحه. وحطيت معلقتين فانيليا، وكان عندي لبن رايب حطيت، او زبدايه. يعني لو ما فيش عندك لبن رايب حط زبدايه وشويه لبن عاديين. مقدار اللبن على قد العجين، يعني اعجني، يعني هتاخد لها يجي كوبايه لبن، وعلى حسب طبعا نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. المهم ابتديت ان انا اقرص فيهم، سبتهم يخمروا، بعد كده ابتديت ان انا اقرص فيهم، وبعد كده ابتديت ان انا افردهم. إيه بس كده، مش اكتر ولا اقل. الكماج او البكاكيني اما بتعمليها وبتبقى مكلفاها او عاملاها بمقدار مش مهم. يعني مش مهم تحطي مثلا 3 كيلو 4 كيلو دقيق. كل ما تقللي في المقادير وتكلفيها تكلفة كويسة، وما تكتريش في سمنتها، لان كل ما تكتري في السمنة هتقلب معاكي بقرص. بتبقى حاجة تانية، بتبقى اطعم كتير. لو كلتيها حتى بحتة جبنة بعدها بتبقى اطعم كتير واحلى بكتير. المهم ما طولش عليكم. المهم ابتديت اللي انا اعملهم كلهم وافردهم وخلاص، واسيبهم لا اله الا الله محمد رسول الله، واسيبهم يرتاحوا بقى. وقلت امسح الطبليه اللي انا كنت بعمل عليها، وابتدي اللي انا اغسل المواعين. بمسح الرخامه وبفرد عليها فوطه مخصصه للمواعين، فوطه نظيفه، وابتدي افرد عليها المواعين تصف. بس لا اكتر ولا اقل. كلنا طبعا بنشتكي من المواعين. هو رمضان كله مواعين، على قد ما هم وجبتين 2 بس، فطار وسحور، بس عايزه اقولك تل مواعين. ساعه ما بخلص الفطار وابص على الحوض وعلى الرخامات بيجيلي صدمه، يعني كاننا كنا عاملين كل يوم عزومه، كل يوم وليمه. هو الفطار كده. المهم يعاد علينا الايام بخير يا رب، ما عادش الايام قليله ونقول اهلا بالعيد. فكل سنه وانتم طيبين طبعا. كل سنه والامه العربيه كلها بخير. قولوا لي بقى في التعليقات جبتوا ايه لولادكم، والموضه في مصر ايه السنه دي؟ موضه الهدوم، واحلى الولاد ولا البنات؟ وعايزه اشوف تعليقاتكم الحلوه واشوف لايكاتكم الجميله باذن الله. بس المهم ابتديت بقى الازايز العصير اغسلها، وازايز الميه اغسلها، والكوبايات والاطباق، والم اللي على الرخامه. تنظيفه يعني، تنظيفه بتاعت كل يوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. بس كده. وابتديت اللي انا بقى اغسل الازايز بتاعت الولاد. طبعا هما بيروحوا المدرسه، لسه بيروحوا المدرسه، بس هيأجزوا باذن الله اليومين دول. فبيقوموا بقى بيتوكلوا على الله الصبح، وربنا يعينهم يا رب ويقدرهم على الصيام باذن الله، ويجعلها ايام مباركه علينا يا رب، ويخلينا اولادنا جميعا، ويجعلهم ذريه صالحه لنا، ويبارك لنا فيهم، ويجعلهم مثال وتقوى لكل اللي يشوفهم ويقابلهم في حياتهم. اللهم امين يا رب العالمين. عودوهم على الصيام، عودوهم اللي هم يصوموا من سن 7 سنين. ما تقوليش ده صغيرين. يتعلموا الصبر، يتعلموا كل حاجة حلوة. الصيام والصلاة اساس كل حاجة حلوة. عوديهم
طول عمري وانا شادة على ولادي في كل حاجة، يعني مش في التعليم بس. كنت طول عمري وانا شادة عليهم. إيه كنت عايزاهم يطلعوا حاجة، او ما فيش ام بتبقى كارهة الحاجة الوحشة لولادها. بس في حاجات ندمت عليها اللي انا عملتها معاهم. يعني لما مشيت وشفت الاطفال اللي زيهم وبقوا في بيئة نظيفة ومكان نظيف وكده، وبصيت عليهم وقلت طب انا ليه ما عملتش الحاجة الفلانية معاهم، او ليه ما خفتش عليهم شوية وسبتهم ياخدوا نفسهم شوية من الدنيا دي لسه صغيرين. بس هو كان هدفي اللي هم يطلعوا حاجة قدام عينيا، حاجة افتخر بيها، ما يقلدوش حد، ما يبقوش شاربين من طبع وحش لحد، او يشوفوا حد يحبوا يقلدوه وحش او حلو. دي كان هدفي ودي كانت نيتي، وربنا بيحاسب على النوايا قبل الاعمال. فالحمد لله، يعني الحمد لله، نعم ربنا كتير عليا قوي او لا تحصى. لو قعدت اعد فيها ايام وليالي لسه مش هستوفيها برضو، ولا هجيب له حقه عليا، خصوصا في الفترة اللي فاتت دي. كفاية ان هو بارك لي في ولادي وخلوهم لي وحافظ لي عليهم من كل حاجة. إيه الحمد لله، ربنا يبارك لي فيهم يا رب، ويديم ضحكتهم في الدنيا ويشوفهم احسن ناس في الدنيا، ويبعد عنهم ولاد الحرام. دي احلى دعوة تدعوها لولادكم، ربنا يبعد عنهم اصحاب السوء وولاد الحرام، ويرزقهم بالصحبة الحلوة، ويرزقهم بالناس الكويسة. دايما ادعوا لهم الدعوة الحلوة دي. بس هم طبعا بيعملوا تمارين جوه بعد الفطار. يعني انا بسجل الفيديو، وهو بقى الشباك العربيات رايحه وجايه، صوت الشباك في الفيديو او تستمتعوا معانا. صوت العربيات رايحه وجايه، صوت الولاد جوه في الاوضه برضو نفس الموضوع. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ده كان فيديو النهارده. عملت الكماج، عجنته زي ما قلت لكم، وابتديت اللي انا اسويه. بس كنت بقيس الصينيتين دول، قلت هشوف هيجوا مع بعض، بخدهم بخة زيت كده، وقلت اشوف هيجوا مع بعض في قلب الفرن ولا لا. الحمد لله جم مع بعض بقوا قد الفرن. وابتديت بقى اللي انا احط الكماج بعد ما استريح كده وخد خمره واتعمل كده. اهم حاجه الخمر بتاعه يبقى واخد خمر مظبوط، هتلاقي النتيجة طالعة بسم الله ما شاء الله زي العسل. انا بصور لك دلوقتي المراحل بتاعتهم. مش شرط تعملي كماج، قومي اعملي لك شويه قراقيش لاولادك، اعملي لك قرصتين، اعملي لك اي حاجه يفرحوا بيها الولاد. خصوصا كل ما يبقوا صغيرين بيحبوا التأسيس، والتأسيس مش ان انت تروحي تجيبي لهم حاجه حلوه من بره، او ان انت تجيبي لهم حلويات وتدولهم مصروف. كل ده ماشي اديلهم، بس ده اسمه دلع. يعني لما تجيب لهم حلويات وتدي لهم مصروف انت كده بتدلعي فيهم. التأسيس ان انت تعملي لهم جنب الاكله الاساسيه، يعني ما تقعدهمش على فطار وغدا وعشاء، لا، جنب الاكل الاساسيه تعملهم قرصتين ينقنقوا فيهم زي دول، كماكتين، شويه قراقيش كده، شويه بسكوت. بس ربنا يقدرني بس اليومين الجايين دول باذن الله، وابتدي اعمل الكحك وبسكوت العيد باذن الله من غير مقاطعه. بوريكي القعريه بتاعت الكماكتين تحفه ما شاء الله. كل حاجه حلوه بدل النيه حلوه، كل حاجه حلوه. طيب يا مروه، في ناس خبيثه كتير وناس وحشه كتير وبيطلعوا الحاجه حلوه، معرفش. انا اللي مقتنعه بيه واللي انا شايفاه مفيش واحده كويسه، مفيش حاجه بتطلع من ايدها وحشه من تحت ايدها. مفيش واحده نيتها وضمرها كويسين من جوه، مفيش حاجه بتطلع وحشه. دايما كل حاجه حلوه وكل حاجه جميله. بس ده فيديو النهارده، رشيت زيت في الاخر كده عشان يديلهم لمعه. ودينا بنتي هي اللي قاعده تصور، ربنا يخليها يا رب ويبارك فيها. ده كان فيديو النهارده. عملت الكماج وعملت معاه كورتين كده بعد الفطار. كل سنه وانتم طيبين، يعود عليك الايام بخير يا رب. كنا بنقول
اهو جه يا ولاد، اهو جه يا ولاد، ودلوقتي بنقول والله لسه بدري يا شهر الصيام. يعني النهارده 24 ولا 23 في الشهر، بيجري رمضان بيجري. ربنا يعيد علينا الايام بخير يا رب، ويبارك لنا في اولادنا، ويجعل صيامنا مقبول. اللهم امين يا رب العالمين. مع الف سلامه.